هذا الجدول الذي نراه أمامنا لعله يوضح الصورة في أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين الحرف الساكن والحرف، طبعا الساكن يعني غير المقلقل، والمقلقل والحرف المتحرك. عندي ساكن يعني يخرج بالتصادم، عندي المقلقل، وعندي المتحرك. ما وجه الشبه وما وجه الاختلاف؟ الجدول كما ترون فيه وصفان. الوصف الأول كيفية خروجه، والوصف الثاني ماذا يصاحب خروجه. هل يصاحب خروجه شيء؟ فننظر الآن بأن الحرف الساكن كيف يخرج؟ يخرج بالتصادم، يعني بين طرفي عضو النطق. طيب هل يصاحب خروجه شيء؟ نرى على اللوحة لا شيء، يعني لا يصاحب خروجه شيء. لما يقول القائل منا أم ميم ساكنة، ال لام ساكنة، أذ ذال ساكنة، أض ضاد ساكنة، كل هذه خرجت بالتصادم ولم يصاحبها شيء. ننتقل الآن إلى السطر الأوسط وهو المقلقل. كيف يخرج المقلقل؟ نرى بأنه يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. هل يصاحب خروجه شيء؟ لا شيء. لاحظوا بأن كلمة لا شيء باللون الأزرق موجودة في الساكن وفي المقلقل. إذن هذا هو وجه الشبه بين الساكن والمقلقل، بينما الساكن بالتصادم والمقلقل بالتباعد بين طرفي عضو النطق. ننتقل إلى الحرف المتحرك، حرف القلقلة المتحرك. يخرج بالتباعد كما نرى، لما يقول الواحد منا قا قو قي فيخرج الحرف بالتباعد، القاف تخرج بالتباعد. لاحظوا بأن كلمة بالتباعد لونت بالأحمر في المقلقل وفي المتحرك للدلالة على أن هذا الوصف موجود في المقلقل وموجود في المتحرك، وهو وصف مشترك. نعم، أيضا نلاحظ بأن المتحرك لا يصاحبه الحرف المتحرك يصاحبه حركة، بخلاف الساكن والمقلقل فإنه لا يصاحبهما شيء. إذن المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحبه حركة، بينما الساكن لا يصاحبه شيء، المقلقل لا يصاحبه شيء. وجه الشبه بين الساكن والمقلقل هو ما لون بالأزرق، وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك هو ما لون بالأحمر، والاختلاف هو ما لون باللون الأسود، فالساكن بالتصادم والمتحرك يصاحبه حركة. هذا ما كنا شرحناه في الحلقة الماضية ونؤكد عليه دائما، لأن في هناك لبس عند بعض الإخوة، بل كثير من الإخوة، في حقيقة القلقلة وماهية القلقلة وآلية القلقلة وما هو المطلوب من القارئ عندما يقلقل حرفا من الحروف. كل المطلوب منك يا أخي أن تخرج الحرف المقلقل بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم، هذا كل المطلوب. ولكن احذر عندما تخرجه بالتباعد. يعني مثلا لما أقول أنا أريد أن أنطق مثلا إيش، نأتي بمثال قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط، قسط. كيف خرجت هذه الطاء المقلقلة؟ ألصقت لساني على مخرج الطاء من غير صوت، ثم باعدت بين اللسان وغار الحنك بصوت، قسط. فلو قلت مثلا تبت ما أغنى عنه ماله وما كسب، لو قلت كسب هنا أكون قد نطقت باءين، هذا خطأ. لا نطق للتلامس، النطق فقط يكون بالتباعد. مثلا لو قال مثلا يقطعون، ما يصح أن يقول يقطعون، يقطعون، هنا أخرجت صوتين وهذا خطأ. الصوت الأول كان بقرع مخرج القاف، والصوت الثاني كان بالقلع عن مخرج القاف. حرف القلقلة مخفف وليس مثقل. أحيانا بعض إخواننا المبتدئين يقول تبتم يقطعون، تجد بأنه يثقل الحرف المقلقل ويضعفه، أي ينطقه حرفين، هذا لا يصح أبدا.
بل يكون حرف مخففة أق، أط، أب، أج، أد بكل سهولة وبكل يسر. بقي أن نقارن بين بعض الحروف على اللوحات، أن نبين مثلا حرف من حروف القلقلة وليكن الباء مثلا، كيف تخرج وهي متحركة، كيف عندما ننطق الباء المتحركة تتباعد الشفتان ويتباعد الفكان. فبتباعد الشفتين خرجت الباء المقلقلة، عفوا خرجت الباء، لا أقول المقلقلة، بتباعد الشفتين خرجت الباء، وبتباعد الفكين انفتحت الباء، هكذا با با با. فلما تبتعد الشفتان والفكان تخرج باء مفتوحة. لو ابتعدت الشفتان دون الفكين خرجت باء مقلقلة، هكذا ب ب ب. هل لاحظتم الفرق بين المتحرك والمقلقل؟ نعم. بينما الحرف المدغم مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، الباء الأولى المدغمة تخرج بالتصادم كغيرها من الحروف، وتب. لما أقول تبت يدا أبي لهب وتب أنطق باءين، الباء الأولى مدغمة والباء الثانية مقلقلة، هكذا وتب. أعيدها، تبت يدا أبي لهب وتب وتب. فبقولي وتب خرجت الباء الأولى المدغمة، وبقولي ب خرجت الباء الثانية المقلقلة التي سكنت بسبب الوقف. ولو وصلت لكانت مفتوحة، هكذا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى وتب. فبقولي وتب خرجت الباء الأولى الساكنة المدغمة، وبقولي با خرجت الباء الثانية المفتوحة في حالة الوصل. هذه المقارنات ممكن أن نراها من خلال اللوحات التالية التي تبين لنا الفرق بين هذه الحروف الثلاثة، المتحرك والمقلقل والساكن المدغم. انظروا إلى هذه اللوحة بارك الله فيكم، والتي عنون لها بمقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك. ما نراه الآن أمامنا هو صورة متحركة للباء المتحركة مفتوحة. كيف خرجت؟ مكتوب في اللوحة تخرج بتباعد الشفتين والفكين. انظروا بارك الله فيكم كيف تبتعد الشفتان وكيف يبتعد أيضا الفكان. انظروا كيف أن الفك السفلي يبتعد عن العلوي والأسنان تبتعد عن بعضها. وسأحاول أن أنطق مع الصورة حتى يكون الأمر واضح. با 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 با. هكذا تخرج الباء المتحركة، ومثلنا لها هنا بالباء المفتوحة. لو انتقلنا إلى اللوحة التالية، هذه التي ترونها أمامكم باء ساكنة مقلقلة تخرج بتباعد الشفتين دون تباعد الفكين، دون تباعد الفكين. انظروا، سأحاول أن أنطق مع اللوحة. ب ب ب ب ب ب. هكذا تخرج الباء المقلقلة كما ترون على اللوحة. الشفتان تبتعدان إلا أن الأسنان والفك السفلي لا يبتعد، فالبعد بين الفكين ثابت. كل ما في الأمر أن الشفتين قد ابتعدتا عن بعضهما. لو انتقلنا إلى اللوحة الثالثة التي تبين لنا باء مدغمة، يعني تخرج بالتصادم. انظروا كيف أنها تخرج بتصادم الشفتين. إذا نرى مكتوب على اللوحة باء ساكنة غير مقلقلة. ما معنى غير مقلقلة؟ يعني مدغمة، مدغمة في باء بعدها، تخرج بتصادم الشفتين. انظروا بارك الله فيكم، وسأحاول أن أنطق مع الصورة. أب 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 أب. إذن هكذا الله يبارك فيكم نكون قد بينا الفرق بين هذه الثلاثة. اللوحة الأخيرة التي نراها الآن فيها الصور الثلاثة التي رأيناها منذ قليل مفردة، لأنه دائما المقارنة تبين الفرق. الصورة التي على اليمين هي للباء المدغمة التي نطقتها منذ قليل،
والصورة التي في الوسط هي للباء المقلقلة، والصورة التي على يسار اللوحة هي للباء المتحركة المفتوحة. لاحظوا بأن الصورة التي في الوسط تشبه الصورة التي على اليسار من حيث خروج الباء بتباعد الشفتين، ولكن الفرق بينهما أن التي في الوسط ليس فيها تباعد الفكين بخلاف التي على يسار اللوحة. ولو قارنا الصورة التي في الوسط مع الصورة التي على يمين اللوحة نجد بأن القاسم المشترك هو عدم تباعد الفكين، إلا أن الباء المقلقلة التي في الوسط في الصورة التي في الوسط خرجت بتباعد الشفتين، بخلاف الصورة التي على يمين اللوحة خرجت بتصادم الشفتين. هكذا إن شاء الله نكون قد بينا حقيقة القلقلة من حيث أنها حالة بين الساكن والمتحرك.